السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ الكويز كان عامل ايه؟ كان تمام؟ نقول عليه هو اسهل واحد ولا من اسهل واحد؟ ما نقولش الكلام ده خالص، ما بتتقالش كده يعني. طب بتتقال ازاي طيب؟ عرفيني بتتقال ازاي؟ مش لازم لا، ما اعتقدش ان في حاجه والله يا جماعه صحيح. والكويز النهارده كان ايه؟ ده كان حاجه بسيطه، ده كان تذكر الامثله الروابط صح؟ طب عملتوا الروابط صح؟ كلوريد الامونيوم كان فيه كان فيه نوع رابط. كلوريد صوديوم كان فيه كام نوع رابط؟ ايونيه. طب وجزيء الميه؟ جزيء واحد ها؟ تساهمات قطبية. تساهمات قطبية جزيء ولا كان مكتوب بعينة مية؟ كان في جزيء وكان في مية. تمام. طب جزيء كتبته ايه؟ روابط تساهمات قطبية. طب والمية بقى؟ جزيئات المية لا، الاثنين هيدروجينية وتساهمية. ايوه بالظبط، تساهمية هيدروجينية. طيب العينة بتاعت الجزيء المية بيعمل كام رابطة هيدروجينية حواليه؟ ها؟ ولا لا، دي مش جت في الكويز ده، انا بسأل عينة المية، جزيء المية بيعمل كام رابطة هيدروجينية حواليه؟ أربعة. عشان لو قلنا قبل كده فانا هاكد عليها دلوقتي. اه طيب. امال لو انا قلت لك في عينه تتكون من خمس جزيئات ميه. عينه تتكون من خمس جزيئات ميه. عدد الروابط التساهميه القطبيه كام وعدد الروابط الهيدروجينيه كام؟ 5 تساهميه غلط. لا ها. 20 هيدروجينيه. تاني انتوا مش مركزين. عينه تتكون من خمس جزيئات ميه. عينه تتكون من خمس فيها كام رابطه تساهميه قطبيه وكام رابطه هيدروجينيه؟ أربعة هيدروجينية صح. الراجل ده صح. أربعة هيدروجينية. ما هو بالعقل الواحد ماسك في الوسط وأنت قلت الجزيء الواحد بيعمل أربع روابط هيدروجينية. يبقى أربعة هيدروجينية. الله يصلح حالك. طب والتساهمية القطبية؟ ها 10. مش هو الواحد بيعمل اثنين؟ 2 في 5 بكام؟ 10 صح يا ولاد ولا ركزوا كده فيه؟ يبقى طالما أنا عندي خمس جزيئات مية يبقى بالتالي أنت عندك أربع روابط هيدروجينية، لأن واحد في الوسط، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا ماسك روابط هيدروجينية. والجزيء الواحد باثنين تساوي قطبية 2 في 5 ب 10. عارف الكلام ده؟ طيب نبص كده على الشيت مع بعض. بس قبل ما نبص على الشيت تعالى نتذكر كده مع بعض، هو متى تحدث الرابطه التناسقيه؟ حد عنده خلفيه؟ لما يكون في ذره تحتوي على اوربيتال فاضي وعندي جزيء قطبي، يعني بيحتوي على ازواج حر. يبقى معنى كده ان شرط حدوث الرابطه التناسقيه ان يكون الجزيء بتاعي رقم واحد قطبي. وكلمه قطبي هنا على الذره المركزيه تحتوي على ازواج حر. رقم اثنين ان يكون قدامي ايون او مركب او ذره تحتوي على اوربيتال فاضي. كان مين الذره المستقبله ومين الذره المانحه؟ المستقبله هي اللي بتحتوي على اوربيتال فارغ، والمانحه بتحتوي على ذره حر. تمام. آه ما ينفعش مركب يتكون الا لما يكون في مركب قطب عشان تكون رابطه تناسقيه. الرابطه التناسقيه هي نوع من انواع المركبات او نوع من انواع الروابط. رابطه تساهميه هي حاله من حالات الروابط التساهميه. عارف الكلام ده؟ بس كل الحكايه ان مصدر الرابطه ها مصدر زوج الكترونات الرابطه ذره، لا ذره ولا ذرتين، بخلاف الرابطه التساهميه مصدر زوج الالكترونات ذرتين. عارف الكلام ده؟ طيب الرابطه الهيدروجينيه برضه عشان تحصل لابد ان يكون برضه الجزيئات قطبيه. جزيئات ايه؟ قطبيه. والهيدروجين يقع بين عنصرين اعلى منه في السلبيه الكهربيه، يرتبط مع واحده برابطه تساهميه قطبيه، يرتبط مع الثانيه رابطه الهيدروجين. طب مين اطول ومين اضعف؟ ها؟ الرابطه الهيدروجينيه اطول واضعف. يعني معنى كده ان النسبه ما بين طول الرابطه القطبيه الى طول الرابطه الهيدروجينيه، لا النسبه هتبقى اكبر من واحد ولا اصغر من واحد؟ النسبه ما بين طول الرابطه القطبيه الى طول الرابطه الهيدروجينيه ها تاني النسبه بين طول الرابطه القطبيه يعني اقصد التساهميه الى طول الرابطه الهيدروجينيه اصغر من واحد صح، لان احنا قلنا هي اطول وايه واضعف، اطول واضعف. طيب شذوذ خواص الميه بيرجع لوجود الرابطه التساهميه القطبيه ولا الهيدروجينيه؟ الهيدروجينيه، لان دي سببت ارتفاع درجه غليان الميه. تمام. طيب الكتله، درجه الغلاية بتعتمد على الكتله الجزيئيه. طب ايه اللي خلى درجه غليان الميه اعلى من درجه غليان كبريتيد الهيدروجين على الرغم؟ بالظبط. اول ما تلاقي حاجه زي كده حتى لو انت مش عارف انت انا بتكلم على مين، قول لي على طول وجود رابطه لايه؟ الهيدروجين. طب خلي بالك بقى في اللقطه اللي جايه. جميع الهيدروكربونات لا تكون روابط هيدروجينيه، وجميع الهيدروكربونات لا تذوب في الميه. اي مركب هيدروكربوني
لا يذوب فين ولا يكون روابط هيدروجينيه. ولكن اذا لقيت المركب الهيدروكربوني فيه 3 مجموعات لازم تكون انت عارفها. اذا لقيت فيهم COH او لقيت فيها OH او لقيت فيها NH2 دي مجموعه الامينو، دي مجموعه الهيدروكسيد ودي مجموعه الكربوكسيد. معايا يا ولاد؟ دي مجموعه الكربوكسيل، دي مجموعه الهيدروكسيل، دي مجموعه الايه يا ولادها؟ الاميد. اذا لقيت في اي مركب عضوي الثلاث مجموعات دول خد عندك وركز معايا. جميع هذه المجموعات تذوب في الماء وتكون روابط هيدروجينيه مع الماء. يبقى كل المجموعات دي بتقدر تدوب في الميه وتكون روابط هيدروجينيه مع الميه. طيب مين الوحيد اللي يقدر يوصل تيار كهربائي فيهم؟ يعني هل كلهم يدوبوا في الميه ويخلوا محاليلهم توصل تيار كهربائي؟ قال لك لا، واحد بس منهم هو اللي هيدوب في الميه، هيدوب ويوصل، انما الباقيين يدوبوا بس. مين يدوب ويوصل؟ يعني مين الذي يذوب ويتأين ومين الذي يذوب فقط؟ مجموعه الكربوكسيل دي تذوب وتتأين، اما دي تذوب فقط ودي تذوب فقط. يبقى لما اقول لك دي تذوب فقط ودي تذوب فقط ودي تذوب وتتأين، ايه الصفه اللي جت هنا ما جاتش هنا؟ التأين يعني صفه ايه بقى؟ التوصيل. ايوه دي الصفه اللي اقصد عليها، صفه التوصيل الكهربائي، ودي مش هتوصل الكهرباء. مش كده يجي يقول لك ايه؟ ايهما من المركبات الاتيه يكون رابط هيدروجينيه ويوصل، وايهما يكون رابط هيدروجينيه ولا يوصل. ركز بقى معاك في المركب، اكتب لك CH3OH وCH3COOH. كلاهما يذوب، كلاهما يذوب. انا مش عارف اسم ده ايه واسم ده، وطبعا بكره تعرف كل حاجه، بس المهم انا مش ليا علاقه بالاسم، ليا علاقه بالصفه. انا لقيت الحته اللي انت قلت لي عليها ايه دي؟ OH وCH، انا بذوب خلاص، انا بدوب. طب مين يدوب ويوصل ومين يدوب وما يوصلش؟ اي حد فيه COH يدوب ويوصل، اي حد فيه COH يدوب وايه، وعشان كده هنسميه الكتروليتي. اللي بيدوب ويوصل اسمه ايه؟ الكتروليت. انما اللي هيدوب ويوصل لا الكتروليت، ما يوصلش بس هيدوب. هل لا الكتروليت يعني ما يدوبش؟ ولا يدوب؟ يدوب بس ما يوصلش. انما دوت يدوب وايه ويوصل، حتى لو تأييره ضعيف مالناش فيه، بس يدوب وايه ويوصل. حلو الكلام. اذا ده بيكون رابط هيدروجينيه وده بيكون رابط ايه؟ هيدروجيني. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه كمان. طب وجود الروابط الهيدروجينيه بيؤدي الى ارتفاع درجه الغليان. ارتفاع درجه الايه؟ يعني ده هيكون روابط وده هيكون روابط، صح؟ مين اعلى في درجه الغليان؟ اللي فيه الاو اتش ولا اللي فيه سي او اتش؟ برضه ده سؤال تاني. انت كنت الاول بتقارن ما بين ميه بتعمل روابط هيدروجينيه لحد ما بيعملش، فكان سهل المقارنه. اقول لك الميه درجه غليان عاليه، ده انتوا الاثنين بتعملوا، انتوا الاثنين ايه؟ بتعملوا. ركز معايا قوي، انتوا الاثنين بتعملوا، مين اعلى في درجه الغليان؟ ايه؟ ما هما الاثنين فيهم او، فبالتالي عندهم سلبيه كهربائيه. بس ده بيعمل رابطه هيدروجينيه واحده، ده بيعمل رابطتين، وكلما زاد عدد الروابط الهيدروجينيه زاد درجه الغليان. كلما زاد عدد الروابط الهيدروجينيه زاد درجه الغليان، فده بالتالي بيعمل رابطه واحده بس هيدروجينيه، انما ده بيعمل رابطتين. والمعلومه بتقول كلما زاد عدد الروابط الهيدروجينيه يزداد درجه الغليان، لان هو هنا بيعمل رابط هيدروجينيه اكتر، فبالتالي بيزيد درجه الايه يا ولادها؟ الغليان. كل ما يزيد عدد الروابط الهيدروجينيه كل ما يزيد درجه الغليان، وهكذا. معايا الكلام ده؟ يبقى ده هنا بنتكلم فيه. طيب خلي بالك بقى في الحته اللي جايه. طب انا يا مستر قارنت ما بين اللي بيعمل وما بيعملش، وقارنت ما بين اللي بيعمل وبيعمل، تعال نقارن ما بين اللي بيعملوا زي بعض بالظبط. ده انت رخم قوي. سي او اتش وسي 3 اتش 7 سي او اتش، واخدين بالكم من حاجه؟ الاثنين سويتش، ومين هيدوب؟ الاثنين. مين هيوصل؟ مين هيعمل روابط هيدروجينيه؟ طب مين هيعمل اثنين روابط هيدروجينيه؟ الاثنين. الله اكبر. مين اعلى درجه غليه؟ لا انا مفيش تاكسد ولا اي حاجه، كلهم زي بعض.
لا ده ايه ده بقى، ده ايه ده بقى، ده كله كده ايه؟ لا اللي فيه كتله جزيئيه اكبر. عارف الكلام ده؟ يعني ايه في كتله جزيئيه بقى؟ ما خلاص، ما كل الشروط بقت متساويه، خلاص بقى اللي تقيل عن التاني اكتر، اللي كتلته اكبر من التاني، لان في الاصل درجه الغليان ما كانتش بتعتمد على الرابطه الهيدروجينيه، اصل درجه الغليان كتله جزيئيه. صح كده؟ فاكرين لما كنت بشرح الرابطه الهيدروجينيه قلت اصل درجه الغليان كتله ايه؟ جزيئيه. بس لما جت موضوع رابطه هيدروجينيه نسبتها ليها. طب لو تساوى انا وانت بقى في رابط هيدروجينيه وفي كل حاجه، هنرجع لمين؟ لاصل الموضوع اللي هو مين؟ ها؟ الكتله الجزيئيه. يبقى اذا كلما زادت الكتله الجزيئيه، كلما زادت الكتله الجزيئيه للمركب، كلما زادتها درجه ايه يا ولادها؟ الغليان. يبقى كلما زادت الكتله الجزيئيه للمركب كلما زادت ايه يا ولادها؟ كل ما يزيد الكتله الجزيئيه للمركب كل ما يزيد درجه الغليان للمركب. ده الكلام ده لما انت تتساوى في ايه؟ تتساوى في عدد الروابط الهيدروجينيه، وتتساوى في شروطك وامورك وظروفك وفي كل حاجه. عارف الكلام ده؟ يبقى تخلي بالك دايما من طبيعه المركب بتاعك وتشتغل على اساسها. عارف الكلام ده؟ طيب بصوا كده يا اولاد، NH4 all باي 3 BO4. بص بقى على المركب ده كده، عشان المركب ده من المركبات اللي في شبهه كتير. ها ركز في الحته دي، في شبهه كتير، بس الفكره اللي احنا نلعب بيها واحده. في شبهه كتير. NH4 all by 3 BO4. NH4 all by 3 BO4. حلو الكلام؟ اول حاجه عايز اسالها انواع الروابط اللي موجوده فيه. انواع الروابط فيه يعني نفس الفكره بتاعت كلوريد الامونيوم وهيدروكسيد الامونيوم وكده. طيب بص يا باشا، انت لقيت ايون موجب وايون سالب دلوقتي ولا لا؟ مجموعه اولنا رابطه ايونيه. اولنا رابطه ايونيه واحده اتنين. انا بتكلم هنا عن انواع دلوقتي، هنعد مع بعض في الاخر، بس ده الانواع. يبقى رابطه ايونيه. اكيد انت جواك مجموعات ذريه. اي مجموعه ذريه روابطها تساهميه، وتساهميه في الغالب بيغلب عليها الصفه القطبيه. في الغالب بيغلب عليها الصفه الايه؟ القطبيه. يبقى روابط تساهميه قطبيه. اي مجموعه ذريه مصر، اي مجموعه ذريه روابطها تساهميه. اي مجموعه ذريه روابطها تساهميه. اي مجموعه ذريه انت حافظها. معاك الكلام ده؟ طيب وفي الغالب يغلب عليها التساهم القطبي. يبقى في روابط تساهميه قطبيه، في روابط تساهميه. حلو قوي. في مجموعه ذريه مجربه بقى هنا في المركبات، ولا كلهم مجموعات ذريه سالبه؟ اللي هي مجموعه الايه؟ اول ما تشوف مجموعه الامونيوم، اول ما تشوف مجموعه الامونيوم او مجموعه الفوسفونيوم او مجموعه الارزينيوم، يلا ركز بقى معايا، ما انا بقول لك شوف الكلام. اول ما تشوف مجموعه الامونيوم، الفوسفونيوم، الارزونيوم، اعرف على طول انت عندك روابط تناسقيه. بيها روابط تناسقيه. بيها روابط ايه؟ تناسقيه. بيها روابط تناسقيه. اول ما تلاقي مجموعه الامونيوم والفوسفونيوم والارزونيوم بيها روابط تناسقيه. ركز قوي في الكلام ده. يبقى اذا انا موجود معايا روابط تناسقيه. يبقى عدد انواع الروابط الموجوده عندك ايه وايه وايه؟ ايونيه، متساهميه، قطبيه، وتناسقيه. كم رابطه تناسقيه موجوده عندك؟ بالظبط. ده هي عدد المجموعات. يبقى عدد المجموعات او عدد الروابط التناسقيه هي عدد المجموعات بتاعت الايون الموجب. يبقى عدد الروابط التناسقيه، عدد الروابط التناسقيه هي عدد المجموعات الموجبه الموجوده في المركب. موجوده فين يا ولاد؟ في المركب. ده عدد الروابط التناسقيه اللي موجوده معاك. اي رابطه تناسقيه موجوده معاك عددها هي بيساوي عدد المجموعات الموجبه اللي موجوده فيها. تشوف كم مجموعه موجبه تمت معاك وتتعامل على اساسها وتشتغل على اساسها. تمام؟ طيب في مجموعه او في مجموعات الامونيوم، يقول لك كده في المركب ده في مجموعات الامونيوم عندك كم رابطه تساهميه قطبيه وكم رابطه تناسقيه؟ في مجموعات الامونيوم انت عندك كم مجموعه امونيوم؟ 3. المجموعه الواحده
فيها كام رابطه تناسقيه؟ واحده، وانت عندك ثلاثه يبقى ثلاثه خلاص. كام رابطه تساهميه قطبيه بقى؟ ها؟ 9. شاطر. ليه بقى 9؟ الواحده بتكون ثلاثه ثلاثه بس كده اهو. يبقى انت بتعد عدد الروابط التناسقيه. طب بص بقى الخبز هنا، عندك كام رابطه ايونيه؟ ها؟ عندك كام رابطه ايونيه؟ انا عندي ثلاث مجموعات اهو ومجموعه واحده. ها؟ واحده. ثلاثه ايونيه صح؟ الايونيه ما بتتعدش ما بين موجب وسالب بس، لانها رابطه غير ماديه. رابطه غير ماديه. بيتعدى الرابطه التساهميه، بيتعدى الرابطه التناسقيه، بيتعدى الروابط الهيدروجينيه. انما الروابط الغير ماديه زي الروابط الايونيه تقول في يوجد رابطه ايونيه بين الايونات الموجبه والغير السالبه. ما بتتعدش. ما فيش حاجه اسمها انت عندك ثلاث روابط ايونيه، مفيش حاجه اسمها انا عندي رابطتين ايونيه، مفيش حاجه اسمها انا عندي 10. انت عندك رابطه ايونيه ما بين مين وما بين مين؟ ما بين موجب وسالب. ما بتتعدش. اللي بتعدي رابطه التساهميه القطبيه، رابطه التناسقيه، اللي بتعدي رابطه هيدروجينيه. الرابطه الفلزيه طبعا ما بتعدش لانها بتبقى موجوده جوه المركب بتاعك. تمام كده. اتكلمنا على ملاحظات مريم. عدد الروابط التناسقيه، عدد المجموعات الموجبه الموجوده في المركب. شوف انت عندك كم مجموعه مركبه موجبه في المركب؟ 3، والواحده فيها واحده، يبقى 3 مجموعات. وصلت؟ تمام. طيب ركز معايا ارجوك، ركز معايا عشان اكملك بس بخصوص الفضيه. واحده خاصه بالرابطه الهيدروجينيه وواحده خاصه بالرابطه الفلزيه. الروابط الهيدروجينيه احنا عارفين انها هنا بتحصل ما بين جزيئات قطبيه ما بينهم وما بين بعضها، وده هيمسك ده وده هيمسك دوت عن طريق وجود الرابطه الهيدروجينيه، وهي رابطه فيزيائيه. رابطه ايه؟ فيزيائيه. واتفقنا لا بتعتمد على فقد ولا بتعتمد على اكتساب، ولكن قوتها وضعفها بيعتمد على ايه؟ فرق السلبيه الكهربيه دي حاجه. ايوه الشكل الهندسي بتاعك. اللي كانت لو كانت على استقامه واحده فبتبقى اكثر قوه من الشكل المتفرع، اكثر قوه من الشبكه المغلقه او الشبكه المتفرعه. حلو الكلام؟ ده على حسب الشكل بتاعك. طيب سؤال، انت بتقول ان الرابطه الهيدروجينيه بتعتمد على فرق السلبيه الكهربيه صح؟ طيب سالنا قبل كده سؤال وقلت لك ايهما اقوى في الرابطه الهيدروجينيه؟ الرابطه اللي ما بين جزيئات الميه ولا الرابطه اللي ما بين جزيئات الفلور؟ ايهما اقوى روابطها هيدروجينيه؟ بس هي في الربط، خلي بالك الحته الحساسه دي، بس هي فين؟ في الربط. ايهما اقوى في الربط؟ اكيد الرابطه اللي ما بين جزيئات الفلور. اللي في فرق السلبيه الكهربائيه ايه؟ طب ليه درجه الغليان بتاعت الميه اعلى؟ ها؟ ها؟ مين اللي بيعمل اثنين؟ دي اللي بتعمل اثنين، انما دي بتعمل عدد الروابط الهيدروجينيه لما بتزيد بتؤدي الى ارتفاع درجه الغليان. المفروض انه المتعارف عليه انه يبقى درجه غليان الاتش اف هي الاعلى. ليه؟ ما انت الرابطه الهيدروجينيه هنا اقوى. ده هنا ليه اقوى؟ لان فرق السلبيه الكهربيه اكبر صح؟ الا ان يبقى لو اكلمك على رابطه هيدروجينيه مين الاقوى؟ اتش اف. بس مين اعلى في درجه الغليان؟ ايه السبب؟ العدد. السبب ايه؟ العدد وليس قوه الربط. يبقى هل يعود ارتفاع درجه غليان الميه عن درجه غليان فلوريد الهيدروجين لقوه الرابطه بين جزيئات الميه عن قوه الرابطه بالاتش اف؟ لا كقوه لا، انا هنا عندك اعلى عدد معايا، انما بتعتمد على مين؟ على العدد، عدد الروابط واللي ادى الى ارتفاع درجه غليان الميه. دي لقطه. اللقطه الثانيه الرابطه الفلزيه. مين هي الرابطه الفلزيه؟ الرابطه الفلزيه رابطه فيزيائيه بتبقى موجوده دايما بين ذرات الفلز، بتبقى موجوده دايما بين ذرات الايه؟ او حوالين ذرات الفلز. بتعتمد على السحابه الالكترونيه اللي هي عدد الكترونات غلاف التكافؤ الموجود. فبالتالي كلما زاد عدد الكترونات غلاف التكافؤ كلما زاد قوه عسل. يعني معنى كده لو انا قارنت قوه الرابطه الفلزيه ما بين الومنيوم وما بين كالسيوم وما بين فوسفور مثلا، مين اعلى رابطه فلزيه موجوده؟ هتوزع هنا هتلاقي 3، هتوزع هنا هتلاقي 2، هتوزع هنا هتلاقي 5. يبقى مين الاعلى؟ 5. لا هو ده اللي اعلى. لان لو قلت رابطه فلزيه فاللا فلزات لا تخضع للرابطه الفلزيه. ما في الكلام ده؟ اللا فلزات لا تخضع للرابطه الفلزيه. مش بيتكلم على عدد الالكترونات وبس، تمام؟
لا انا بعتمد على ان انت تكون فلز وعندك الكترونات كتير. عارف الكلام ده؟ هنا وهنا كان منهم فلزات فقلت اوكي، انما دوت لا فلز ما تقوليش رابطه فلزيه، دي نقطه. طيب لو تفتكر عناصر المجموعه الواحده، عناصر المجموعه الواحده كلها عندها نفس الالكترونات يا مستر. يعني مثلا ليثيوم هو نفسه الكترونات الصوديوم، هو نفس الكترونات غلاف التكافؤ البوتاسيوم، ده واحد ده واحد ده واحد. في الحاله دي، في الحاله دي هتعتمد قوه رابطه الفلزيه على ايه؟ ها؟ على الحجم الذري. كلما زاد الحجم الذري قلت الرابطه الفلزيه. طب زياده الحجم الذري كانت بتيجي وانت نازل، يبقى بالتالي وانت نازل يزداد الحجم الذري وتقل ايه هل دي المجموعه الاولى ولا لكل المجموعات الفلزيه؟ لكل المجموعات الايه؟ طيب جميل. وانا لسه قايل لك ان الكترونات غلاف التكافؤ هي اللي بتعتمد على مين؟ تعتمد على مين؟ تعتمد على قوه الرابطه الفلزيه. اخر ملحوظه خاصه بيها، حديد عنده ذري 26، ركز بقى ارجوك، والومنيوم عنده ذري 13. لو وزعنا ده يتوزع ارجون 18 4s2 3d6 صح؟ ده يتوزع ان 10 3s2 3b1. وانا يا جماعه الرابطه الفلزيه بتعتمد على الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير وليس الفرعي الاخير، الرئيسي الاخير اخر مستوى. حلو الكلام؟ فانا هنا اخر الكترونات مستوى هنا كام؟ هنا اخر الكترونات المستوى كام هنا؟ 2. ركز بقى معايا في اللقطه اللي جايه، احنا مش هنغير مبدأنا بس ممكن تلاقي العنصر هو اللي مبدأ اخر. فلو خدنا مبدأ رابطه فلزيه اللي انت عايزها هتقول لي اذا مين اقوى رابطه فلزيه؟ الالومنيوم، لان عنده ايه؟ 3. ده صح في العناصر الممثله. صح في العناصر ايه؟ العناصر الانتقاليه الرئيسيه صح. الكترونات غلاف التكافؤ بمستوى الطاقه الرئيسي بس بتتداخل مع الكترونات الدي، بتعتمد على الكترونات مين ومين فعشان كده دايما اقول لك مبدا ثابت، العنصر الانتقالي الرئيسي، العنصر الانتقالي دائما اقوى رابطه فلزيه من اي عنصر فلزي ممثل. العنصر الانتقالي ليه؟ رئيسي دائما اقوى رابطه فلزيه من العنصر الفلزي. طب هتعرف منين الانتقال الرئيسي؟ هوزع ولو لقيت في نهايتي ايه؟ دي يبقى انا الانتقال الرئيسي. لو لقيت في نهايتي دي يبقى انا الانتقال ايه؟ يبقى انت مغمض. انا اقوى رابطه فلزيه من اي عنصر ممثل تاني. معاك الكلام ده؟ عشان كده يجي يقول لك ايه بقى، مش يجيبها لك بالشكل الفلاحي اللي انا بقوله ده، يقول لك ايه؟ هو ليه عنصر الحديد درجه انصهاره اعلى من الالومنيوم؟ تقول له انا اعرف يا عم من عند ربنا. يقول لك ايوه، ايه الاسباب العلميه؟ قول لي عشان انا اقوى رابطه فلزيه. يروح مرخم عليه يقول لك طب ازاي انت عندك يا حديد 2 الكترون في غلاف التكافؤ والالومنيوم عنده 3 الكترون في غلاف التكافؤ وهو اعلى منه درجه انصهار؟ اقول له لان انا عنصر الانتقال الرئيسي بيتداخل ما بين مين وما بين مين؟ الاسود. ما تخلوش يخض. عارف الكلام ده؟ يبقى خلي بالك من الكلام. ما تقول يلا عايز انت بتشاور بس. عايز ايه الحته الاخيره دي؟ مالها بقى؟ اللي هو الفرق ما بين العنصر الممثل والعنصر الممثل، يعني تحديد نوعه ولا تحديد مين اقوى رابطه فلزيه؟ الاثنين. طيب العنصر الممثل اللي بينتهي باس وبي. بتعرف توزع اصلا؟ بيقولوا. طب انت عارف اقرب غاز خام مش عارف اقرب؟ عندك كام غاز خام؟ 5 اللي هم مين؟ تتحسد عرفتهم ازاي؟ ماشي. المهم عندنا غازات خام اللي هو موجود تمام؟ لو بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ ادي هنا عندك غازات خام اهو تمام؟ اللي بينتهي بالبي او الاس اسمه عنصر ممثل. بعد ما بتوزع اللي بينتهي بدي اسمه عنصر انتقالي رئيسي. تاني اللي بينتهي باس او بي بس اهم حاجه البي ما توصلش ل6، يعني ما تبقاش مقفوله وتقول عنصر ممثل، لا من بي لحد 5 تمام. اما اللي بينتهي باس او دي اسمه عنصر انتقالي رئيسي. عنصر انتقالي ده الفرق. طيب الممثل درجه انتصاره دايما اقل من درجه انتصار مين؟ الانتقال الرئيسي. يعني وانا مغمض من غير ما اعد المهم توزع بس صح. مش كده دايما بيقولوا ايه؟ اي حاجه هتيجي صح تعتمد على التوزيع. وزعت صح هتعرف تجاوب. فانت لو وزعت ده ووزعت ده ولقيت ان ده انتقال رئيسي وده ممثل، مين درجه انتصاره اعلى؟ لا قلنا الانتقال الرئيسي. ليه؟ لان الالكترونات الاس والدي بتخش معايا في التوزيع. معايا بطل؟ ايه الدرجات خلصت؟ طيب ماشي هنحل بس معاهم. السؤال الاولاني يلا يا ولاد، تتكون بين جزيئات الميه كده سؤال كده يلا يا دكتور احمد صح؟ محمد يلا محمد.
تتكون بين جزيئات بين، ها في فرق يا اولاد، خلي بالك عشان في لقطه هنا، بين جزيئات يبقى رابطه هيدروجينيه، خلي بالك عشان هلعب عليك دلوقتي، ها بين جزيئات الاول، تمام. طيب في بين واحد يقول لك بين في واحد يقول لك ايه، لو لقيت فيه يبقى رابطه تساهميه قطبيه، بين ورابطه تساهميه رابطه هيدروجينيه. طب ما في بين ورابطه تساهميه قطبيه، ازاي بقى؟ بين ذرات في الجزيء، رخم هو ساعات غتيت يعني، تمام. خلاص يبقى تاني، كلمه بين جزيئات رابطه هيدروجينيه، في جزيء رابطه تساهميه قطبيه. طب بين ذرات في الجزيء، ها تساهميه قطبيه. عارف الكلام ده؟ اقول تاني، ها وصلت؟ اتخمرت كده اهو، تمام. طيب اوكي. تتكون من جزيئات الميه وبعضها روابط هيدروجينيه. طيب يلا يا دكتور محمد. تنشا روابط هيدروجينيه بين جزيئات كل مركب مركبات الاتي عدد H2S، صح طبعا، HF وال H3 وال H2 يحدث بينهم. طيب ما الروابط، السؤال ده حلو يا سوسن، ما الروابط الموجوده في عينه الايثانول؟ واحد يقول لي ايه ايثانول، اقول له ماليش دعوه، بص على الرمز وانت هتفهم. اعمل ها رسمتيه ماشي، ها بص عشان اريح بص يا جماعه، برضه عشان تبقى مرتاح اكتر، مش احنا قلنا ده وده وده هيعمل رابطه هيدروجينيه، حلو، والرابطه اللي جواهم رابطه تساهميه قطبيه. الرابطه اللي جوه هنا واللي جوه هنا واللي جوه هنا، اللي جوه المجموعه، ما جوه رابطه الايه، ها اللي جوه المجموعه، فاهميني ولا لا؟ اللي جوه الايه، رابطه تساهميه قطبيه، يحتوي رابطه تساهميه قطبيه. الرابطه اللي جوه المجموعه تحتوي على رابطه تساهميه قطبيه، معايا؟ يبقى اذا هيبقى الروابط الموجوده دال، لا لانه مش هتلاقي روابط ثنائيه خالص، هتبقى ولا الف، هتبقى ب، روابط تساهميه احاديه وهيدروجينيه فقط. كل الروابط اللي موجوده في المركب هتبقى روابط تساهميه احاديه وهيدروجينيه، مش هتلاقي روابط تساهميه خالص. ايه؟ من عينيا، يلا يا باشا. طبعا موجود سي 2 اتش 5، ادي ذرتين كربون اهو، حلو كلام، وادي هنا اهو اتش و اتش اتش و اتش و اتش، عارف الكلام ده؟ طب يلا يا ولاد، ذره الكربون دي نوع تهجينها ايه؟ وذره الكربون دي نوع تهجينها ايه؟ ها اس بي 3 اس بي 3، صح كده؟ خلاص ما احنا قلنا احاديه 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 احاديه، صح؟ طيب ركز بقى معايا، احنا كنا بنشتغل على الاس، على السي، فالسي عرفناها مصدر وهرشنا لعبتها، ركز بقى معايا، وهرشنا لعبتها. ايوه، لو جاب لي بقى مصدر حاجه غير السي، يعني السي خلاص عرفنا لعبتها، ده انا هجيب اسهل كمان، الكلام صعب، هجيب لك اسهل كمان دلوقتي، وعرفنا لعبتها خلاص بالاس بي 3 واس بي 2. ادي الاو، خد المنطقه بتاعتها، شوف انا بقول لك ايه، خد المنطقه بتاعتها وحدد صيغتها، خد المنطقه بتاعتها وحدد ايه؟ حدد صيغتها ازاي؟ ما هي دي الذره المركزيه جي ايه، صح؟ ورابطه كده ورابطه كده يعني اكس 2، صح كده ولا لا؟ ادي الايه اهي اللي هي الاو، معايا يا جماعه؟ ورابطه كده ورابطه كده يعني ايه؟ والاكسجين عنده كام زوج حر؟ احنا عارفين من ظاهر القلب، ها؟ 2. حلو الكلام؟ مش جبت الصيغه؟ جبت صيغه المنطقه بس، يلا يا باشا اس بي 3 بقى. واحد يقول لي جبتها منين؟ اجمع الاكس والاي، معايا؟ يبقى لو جالك على حته اعرف الحاجات البسيطه دي عشان ما تخطش، عشان ما يبقاش الموضوع تفتكره تقيل عليك، هو مش تقيل، هو ليها لقطات قلت لك. يبقى نعمل ايه لو جاي على حته غير السيها؟ علم على المنطقه بتاعتها، وخلي الذره اللي هو بيسال عليها هي المركزيه، يعني خلي على الذره اللي هو بيسال عليها، مش انا بسالك على اهو، في الوسط خليها المركزيه، ادي رابطه كده ورابطه كده، اشتغل عليها، عارف الكلام ده؟ اتعامل معاها، اشتغل عليها عادي جدا، ما فيهاش مشكله، خلاص، وتتعامل على اساس، تمام. ما زوج المركبات التي ترتبط الجزيئات في كل منهما عن طريق روابط هيدروجينيه؟ ها الف، ايه اللي عرفك؟ وانا عندي سي او اتش او اتش اهي. طب تحتوي عينه من الميه، عينه ها تساهميه وهيدروجينيه. طب لو قال لك يحتوي جزيء من الميه، جزيء ها تساهميه قطبيه. طب عينه من الميه، طب نقطه ميه ها تساهميه هيدروجينيه، ما النقطه عدد من الجزيئات، مش عشان حاجه صغيره يعني، عارف الكلام ده؟ خلاص تمام. مع عدد روابط الهيدروجين يمكن تكون بواسطه جزيء ميه واحد، قلنا ايه؟ 4. اي الجزيئات التي يمكن تكون رابط هيدروجينيه وتناسقيه؟
ايوه عشان في ازواج حره صح. الروابط الهيدروجينيه تكون اقوى ما يمكن بين جزيئات اتش اف ولا ما بين الميه؟ ما الميه على درجه غليان، ما هو بيسال على الرابطه مش بيسال على درجه الغليان. النسبه بين طول الرابطه القطبيه وطول الرابطه الهيدروجينيه في الماء السائل، ايه اللي عرفك الرقم محفوظ؟ بس قال رقم معايا في الكلام ده، قال رقم موجود معايا. خلاص هنكمل السؤالين دول كمان، كمل يلا ده هم 11 سؤال كلهم. هل تعتمد قوه الرابطه الايونيه الهيدروجينيه على هل في الزاويه صح؟ الزاويه بين الرابط الهيدروجينيه والرابط التزامي الزاويه بتحدد. كل ما زادت قيمه الزاويه يحصل ايه، وكل ما قلت قيمه الزاويه يحصل ايه؟ كل ما قلت قيمه الزاويه وكل ما زادت قوه الرابطه الهيدروجينيه قل عمليه التجاذب. الرابطه الهيدروجينيه اضعف صح، اضعف واكثر طولا. تمام. المقال بتاع الاختبار ده بقيته واجب، والاختبار اللي بعد منه واجب ان شاء الله.